الفيديو علينا واللايك عليكم. اهلا وسهلا فيكم شباب وصبايا بالحلقه الاولى من نشره الاخبار. نشره الاخبار رح تحكي عن اخبار اليوتيوب، وبكل حلقه رح نحكي عن شخصيتين، واحد يوتيوبر والثاني رابر. نشرة اليوم فيها شخصيتين مشهورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة اليوتيوب. الأول اللي معروف بضحكته كلكم عرفتوه أكيد، محمود بيطار. مرحبا كيف صحة. والشخصية الثانية كلياتنا بنعرفه وبنحبه، أكيد النجم الفنان الصاعد حبيب القلب الرابر إسماعيل تمر. ايوه جيت هلا اوصفك ما لقيت بوصفك معاني، واقف مكاني وانتي جيتي حليتي زماني، بدعي لربي بالحلال تكوني من نصيبي، خليكي شمس بحياتي ولا تغيبيني، بوه بك حياتي واللي فيها كوني ذاتي. ما زالت فيديوهات محمود بيطار من سيء للأسوأ، وفعلا أسوأ. آخر فلوج شفته له جدا استفزازي كان بعنوان محمود بيطار يكسر سيارات في السويد. يعني او ماي الله، يعني عن جد او ماي الله، واو. يعني شو هالعنوان هذا الخارق هذا؟ يعني شو، ضروري شوف الفيديو. انا شو هالفيديو؟ يعني انا بيخطر لي لما بشوف محمود بيطار عم تكسر سيارات، يعني معصب يعني الزلمه. شو صار له، جن يعني؟ ولا نوع جديد من الكوميديا؟ فعلا كوميديا. وين الكوميديا؟ على شو بدي اضحك انا طيب؟ يعني انت اسمك فنان كوميدي او يوتيوبر كوميدي، يعني وين الكوميديا؟ يعني شو انجزت انت هلا انت عم تكسر السيارة؟ يعني هلا انتم مستغربين يعني شلون، يعني شو عم تكسر السيارة؟ خلونا نشوف الفيديو. اليوم الفلوق غير كل الفلوقات كلها خالص. اليوم راح يصير في تكسير شو ما بقى. اليوم مشتهي يكسر، خطر على بالي كسر، دقيت للشباب كلها قلت له يا شباب مشتهي يكسر، جاهزين؟ وهلا لهون شي تحدي راح كسر راسه لحاله. جاهزين؟ تعالوا نشوف. بربك يعني وين الكوميديا؟ يعني انا بدي اشوف سيارات عم تتكسر، يعني اضحك، يعني انه انت عم تنجز، يعني نتفرج عليك انت الفنان الصاعد. يعني بربك احترم شوي جمهورك، العالم حلم تركب سيارة، يعني انت شو عم تعمل؟ يعني انه انا الشاب الملياردير الزاز اللي مالي سائل بكسر سيارات، مالي سائل على حدا. خف علينا يا سوبرمان، خف علينا عن جد، خف علينا، عيب عليك. احترم شوي جمهورك مو اكتر يعني. وبفيديو تاني عم بيقول انه هو قرب يوصل لل 150 مشترك، يمكن 150 ألف طبعا، وراح يسجل وسجل على الدرع الذهبي والمدري الفضي وما اعرف شو، وهيك باستهزاء انه يعني ايه انا سجلت على الدرع، ولما بده يجيبه شو بده يعمل فيه يحذركم. تفضلوا شوفوا. مشان درع اليوتيوب الفضة قدمت عليه وكل شيء، بعثوا لي رسالة شركة اليوتيوب وراح يوصل خلال الأسبوع القادم، لازم يكون عندي. وانا راح اول ما يوصلني درع اليوتيوب كتبت عليه اسمي على اسم القناه، راح فورا صور لكم اياه، وانا مشتهي قصه بالنص. ما بدي اياه، انا مشتهي قصه بالنص، بدي اشوف شو جواته بس. كمان واو يعني كم انت كبير يا محمود بيطار، كم انت كبير. انه انا الشاب اللي يعني شو درع ما درع، انا بدي انا بدي قصه، ما بدي قصة، بدي شوف جواته. كم أنت كبير محمود عن جد. هذا فخر لليوتيوبر لما بياخد درع الذهبي أو الفضي أو أي شيء من شركة يوتيوب، إنه هو حقق إنجاز، عمل شيء. ما تستهزئ بهيك شغلات، يعني عن جد نصيحة. نجي للشخصية الثانية اللي هي إسماعيل تمر، الرابر اللي عطى لون جديد في الراب. كلمات الراب اختلفت كتير، يعني لما بتسمع كلمات لرابر تاني بس انه اختلف كتير، صار راب مفهوم، راب واعي، فيه قصة حلوة، قصة عن حاله وعن شباب وطنه كله، ما عم يحكي بس عن حاله. فرق كبير طبعا بين محمود بيطار وبين اسماعيل تمر. اسماعيل تمر بدي بداية من تحت الصفر واقل من الصفر، يعني صدقوا
اسماعيل تمر اساسا مو من 2014 بلش مثل ما نحن بنعرف. اسماعيل تمر بدي باليوتيوب من عام 2009 وكان يسجل فيديوهاته بنوكيا، موبايل نوكيا كان يسجل فيديو كليب صدقوا. وبنشوف فيديو كليب من عام 2009 لاسماعيل تمر. شو بدك يعني احكي لك عن فارس احكي لك؟ هلا قصته ما بعرفها وين بديت، بس بعرفها وين انتهت. بتعرفي شو؟ انا عشت طول حياتي بين المقابر والموتى على ايام ابي الله يرحمه. كنت اسمع كتير قصص وشوف كتير شغلات. بدأت شهرة اسماعيل تمر من عام 2013 بأغنية وصلت لكتير ناس اسمها غنية ملكتي، ونشوف مقطع صغير فيها. مولاتي انت ايه يا ملكتي، بصوت عالي بقولها انت سيدتي، مشتاق لضمي منك حتى تدفي لي ضلوعي، مشتاق بليلة عيدي اطفي معك شموعي. ومن بعد هالغنية بدأت سلسلة نجاحات اسماعيل تمر وصولا لأفضل فيديو كليب ممكن تشوفه لغنية راب، وصار يعمل أفلام قصيرة على اليوتيوب، وأكيد كتير منكم عم شوف الأفلام جدا رائعة وكلها أفلام توعية أو ثقافية أو تحكي عن واقع بلدنا. خلصت حلقة اليوم، وإذا عجبتكم أو ما عجبتكم حطوا لايك أحسن لكم. وإذا في حدا حابين نحكي عنه أو نشحطه بالحلقة الجاية اكتبوا لنا اسمه تعليق مثل ما بقولوا، وإن كان سيء وإن كان جيد ما بتفرق، المهم يكون يوتيوبر أو رابر. وأنا بشوف النسبة الأكبر من اللي بحبوه بدهم إياهم بشحط الاثنين عنا لهون على الاستديو، أو ما بشحطهم بشحط فيديوهاتهم يعني وبنحكي عنهم. بقولكم شغلة، نحن ما بنحب نهين أي حدا، ممكن يكون انتقاد كوميدي بس مثل ما قلت لكم ممكن يكون سلبي وممكن يكون إيجابي، ممكن يكون ليطور نفسه أو ليحل عنا وعلى اليوتيوب وحاج ثقافة. خلصت حلقة اليوم شباب وصبايا، طولنا عليكم، نشوفكم بالحلقة الجاية. جود باي.